ما لمسنا شيء بالشارع العراقي من فساد، من إهمال. هو نفس الوضع سواء كانوا موجودين أو غير ذلك. أي عمل خدمي واقع يبين بالشارع ماكو. خير دليل اللي هو أبونا اللي يجمعنا كلها المرجعية الدينية، يقول المجرب لا يجرب. بالنسبة لأعضاء مجلس النواب منبوذين هسه بصورة عامة من كل الشعب، يعني أبسط الوسائل ما متوفرة عندنا، اللي هي المي والكهرباء اللي هي قاطعينها على العالم. يعني هم إنجازاتهم ما جاي يوفرونها، يعني اللي مطلوب منهم شيء رقابي ما جاي يسوونه، في روحك وفي ربعك. هذا اللي التمسناه من 2003 ولحد الآن. المفروض من مجلس النواب يفلشوا، وهاي المبالغ الرواتب الضخمة على الأقل يعطوها تفيد الناس. هاي عمار، مشاريع، والله كل واحد يستلم كذا مبلغ من الملايين وهم لا فائدة ولا زائدة. كل من ضام راسه وقاعد ببيته وما له شغل بغيره. المفروض غير من الشعب العراقي ما حد ينتخبهم، لأنه المجرب لا يجرب بعد. والله نروح كل 4 سنين ننتخب على نفس الحالة. هاي الشوارع تشوفيها كهرباء ماكو، والله ما اروح على الوضعية، ما اروح انتخب، الله شاهد. اي والله بالله، لا كهرباء لا ماي، كل 4 ساعات قطع. انا ابو اسواق هسه اشوف قدامي الموط، البرادات كلها حارة.